الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد الشخص سميتو كليفر كان خدام في موظف أعمال ديال البريد. كان معاه واحد الصديق ديالو اللي السمية ديالو ديدي. كانوا هما وياه خدامين في واحد المعمل ديال البواريد. هنا غادي يشوف الصديقة ديالو اللي سميتها دارسي اللي كان كيبغيها من شحال هادي، وجات الصدفة تلاقاها. سولو الصديق ديالو ديدي، قالو فين كتعرفها؟ قالو غير صديقة ديالي، وكذب عليه. ملي دخل البيت ديالو ولا كيطلق الموسيقى وكيضرب في الجيتار، جا الصديق ديالو عندو ديدي وعطاه واحد البرا يقراها. ملي قراها عرف بلي ديك الصديقة ديالو عيطتلو باش دير معاه واحد الحوار. وهنا بقى كيسولو عليها واش كتبغيها، قالو شوية وصاف. في واحد اللحظة استطاع يمشي لعندها يقول لها بلي انا كنبغيك، وما قدرش يقول لها لا حيتاش كيحشم. وعطاتو واحد الموضوع وسولاتو واش عندك مع المسافرة، قال لها ايه انا عندي مع المسافرة وكنسافر بزاف ديال المرات. قالت له بغيتك تجيب لي شي موضوع. مشى للبيسي ديالو وجبد له واحد الموضوع والفو له وعطاه له. وصداق عجبها بزاف وبقات كضحك وكتشكرو، وعجبها الموضوع ديالو اللي عطاها. قالتلو انايا غادي نعطيك واحد الجائزة وغادي نخدمك معايا في احسن بلاصة هنا في الشركة. وولات كتهضر معاه هو عجبو الحال، وبداو كيتناقشوا ببعض المواضيع وعجبها ولقاتو ذكي بزاف. ولا كيهضر معاها. في النهار التاني غادي سافر هما واحد الصديق ديالو، غادي يمشيو في واحد الباطو باش يدخلوا لوسط البحر باش غادي يسافر. ملي يدخلوا لوسط البحر في واحد اللحظة غادي ديك السفينة تقلب بيهم في وسط البحر، وغادي يغرق به ويجي واحد الدوامة وغادي تغرقو. ملي فاق غادي يلقى راسو في واحد المدينة فيها البشر صغير بزاف، لقاهم على كرشو دايرين به بحال شغل ديال النمل، ورابطينه بالقنام والبلانش باش ما يقدرش في واحد اللحظة غادي يتعصب وغادي يخلع داك الشي كامل. وغادي يضربوا عليه بالنبر رجليه باش غادي يطيحوه. زدا غادي يطيح تاني وغادي يربطوه. غادي يهزوه الجنود وغادي يدخلوه للقرية، وكل شي بقى كيشوف فيه حيتاش هو أضخم رجل وداك الناس صغيرين بزاف بحال النمل. ودا واحد الملك ومراتو وبنتو، هذا هو الملك ديال ديك القرية اللي جابوه الجنود ديالو. ولا كيتحاور معاه وقال له نتايا من جيت، وبدا كيتسائل معاه. وملي بداو كيهضروا معاه هو تخلع بزاف حيتاش قال له الملك غادي نديك للسجن. وملي دخلوا للسجن غادي يلقى واحد الراجل صغير مسجون. ولا كيدوي معاه قال له علاش نتايا مسجون هنايا؟ قال له انايا لقاني الرئيس ديال القرية كندويلو مع بنته وجابني لهنايا للسجن. وبدا كيضحك قال له واش انت كتبغيها؟ قال له انا دابا في السجن ومازال كنبغيها. ولا كيضحك قال له حتى انا كنت كنبغي واحد البنت وما قدرش نقولها لا. هو يجي هاد الشخص اللي كان خدام مع داك الرئيس ديال القريه وبدا كيتسائل معاه. قال له غدا غادي تنوض تخدم لنا لواحد البلاصه باش غادي يتحرث. غادي يركبوا له ديك الالات ديال الحرث ولا كيحرث. هنا في واحد اللحظه غادي يقبض داك الاشخاص وغادي يرميهم في الماء، وغادي يهز ديك بنته ديال داك الرئيس وغادي يديها بعيده بزاف. وجا هاد الشخص اللي كان خدام عندك الرئيس قال لها باللي راجلك راه داخل الدار وغادي تشعل فيه العافية. هنايا غادي يحيد سروالو غادي يبول وغادي يطفي ديك العافية كاملة. ملي طفاها غادي يحتفل به، قال له انت احسن شخص. غادي يوجد له واحد الطابلة عامرة بالماكلة والديسير وبداو كيحتفلوا معاه. هو شخص كبير بزاف وكل شيء كيطول فيه. فواحد اللحظة بناولو واحد البيت كبير بزاف قدو. ولا كيخرج للزنقة وبنادم كيخاف منه. في واحد النهار غادي يدخلوه للسينما باش غادي يمثل. كان كيضحك بزاف والافلام ديالو زوينه. وهنا غادي يلقاه واحد الشخص جالس ولا كيدوي معاه وكيتناقشوا هما وياه. قال له انا لا كنت قندك بهاد الفورمه هادي وهاد الهيكل غادي نغلب كاع الناس ديال القريه والملك. وهالشخص هذا اللي خدام مع الرئيس ديال ديك القرية غادي يعيط لبنته وقال لها باللي غادي يجي واحد الناس غادي نتحاربوا معاهم بالليل. وهنا قالوا هاليه هو ما خافش. غادي يقبض التليفون وغادي يهضر فيه هو كيبتسم وعجبو الحال. هما مخلوعين بزاف كيقولوا له باللي راه كاينه الحرب وانتيا ما خايفش. قال لهم انا غادي نهنيكم هاد الحرب. تجمع الملك وباه وقال له حنايا هاد الشخص الضخم هو اللي غادي نديروه في الواجهة باش غادي يرد علينا الحرب. قال له ما تخافش، قال له غادي نعلمو.
فواحد اللحظة وهي تنوض الحرب وغادي يعيطولو، غادي يجي وغادي يدخل في وسط ديال الما، وغادي يمشي لدوك السفن كاملها وغادي يجرها، واخا ضربوه بالحجر ما وقع ليه والو. جار دوك السفن كلها وغادي يديها للملك، وعجبهم الحال ولاو كيصرفقوا، وغادي يجيبوا له واحد الاشخاص كيديروا له الماساج، اشخاص وحدين اخرين كيقطعوا له الشعر. وهنايا غادي يجي هاد الشخص اللي كان كيبغي بنتو ديال داك الملك ديال القرية، ولا كيقول لها انا كنبغيك. قالت له انا راه ما كنحملكش، مرة خرج عليا، انايا راه مستحيل نديك وانا ما كنبغيك. وقليفة الرجل الضخم اللي قام بداك الانجاز ديال داك الحرب غادي يعيط له الملك ديال هالقرية، قال له غادي نجيب واحد الرجل آلي وغادي نجمع الناس ديال القرية، وغادي ديروا انت وياه واحد الكومبا، وغادي نشوفوا شكون غادي يغلب. ولا غلبتيه غادي تولي انت في بلاصتي. ولا بغى يدير معاه الكومبا وما غلبوش، داك الراجل الآلي شدو وبدا كيقتل فيه، واستسلم حدا داك الرئيس ديال القرية. قال له هادشي انا ما متفقش عليه. الفترة الثانية غادي يتجمعوا هاد الاشخاص وبقى فيهم الحال بزاف، وجا عنده واحد الشخص وغادي يهزوه في واحد السفينة وغادي يديوه لواحد القرية اللي فيها الرجال الأضخم. هو ولا ستيتو لابس واحد اللباس ديال واحد البنت، ولاو كيشوفوا فيه صغير بزاف، وهاد القرية فيها غير داك الناس اللي كبيرين بزاف، ولا هو الصغير فيهم بحال النملة. فواحد النهار غادي وقع الخطيبة اللي كان كيبغيها نفس الديكور اللي وقع له هو. غادي يشوفوها واحد الناس اللي في ديك القرية ديال النمل، غادي يشوف غادي يمشي وكيعلموه. قالوها ليه، قالوا له باللي الصديقة ديالك اللي كتبغي راه مربطوها، ملي مشى غادي يلقاها في السجن. ولا هو داخ معلم الناس ديال القرية باللي غادي يدير واحد التحدي مع داك الرجل الآلي اللي كان غلبو في الأول. وملي شاف الخطيبة ديالو وقع على هداك الشي، غادي يمشي كيجري لداك الرجل الآلي وغادي يقتلو. غادي يجيب باها وغادي يعاونو باش غادي يطيح داك الرجل الآلي. في واحد اللحظة غادي ينزل عليه بواحد المطيرقة وغادي يهرسوه بمرة. ملي يهرسوه غادي يفوز، وهنا بنتو ديال الرئيس ديال القرية عجباه بزاف، ولا في ديك الحياة الطبيعة ديالو الأولى ولاو كيحتفلوا به، والناس ديال القرية كلها كترفق عليه. هاد الشخص هذا قبل بنتو ديال الملك بغا يديها وهي تضربو. في واحد اللحظة هو يقول لهم حنا غادي نعيشوا السعادة، وبغيت كلشي يرقص. ولاو الناس ديال القرية كلهم كيرقصوا حتى الملك معاهم، ولاو عاشوا واحد الحياة زوينة وكلشي ولا كيفرح مع صحابو. هو غادي يتلاقى الصديقة ديالو اللي كان كيبغيها من الأول. لو وصلتِ معايا حتى لهنا ما تنساش تابونا عندي وتفعل زر الجرس ودير معاك واحد لايك باش يوصلك كل جديد.